السلام عليكم. عليكم السلام أخي الكريم، من أي معتقد؟ أنا سني مش طيب سنة. تفضل. تفضل عندي سؤال. تفضل. ماذا استفادت الأمة من الإمام الغائب؟ يعني ما له أحاديث ولا له كتب. طيب اسمع الجواب واكتب معي. الأخ يقول ماذا استفادت الإمام الأمة من مهدي أو إمام غائب؟ نعم، رواية عندنا، رواية الأئمة فوائد المهدي قد ذكرت. أولا إن المهدي عجل الله فرجه الشريف ينتفع به كما لو أن الشمس قد غابت خلف السحاب، مع غياب الشمس تبقى فائدتها. فمن فوائد الإمام المهدي أنه يؤمن على دعاء المؤمنين كما جاءت رواية الصادق إن صاحبكم ليحضر موسم عرفة ويؤمن على دعائكم وترونه ويراكم ولا تعرفونه. وعندنا خبر آخر، من مات ولم يعرف إمامه يموت ميتة جاهلية. فمن ضمن الفوائد إني لا أميت ميتة الجاهلية لكوني أنا أعرف من هو إمامي، اسمه محمد بن الحسن المهدي المولود السنة 255 يوم الجمعة، أعرف أهله وأعرف حسبه ونسبه، بينما أنت ما عندك إمام، فميتتك ميتة جاهلية. ثالثا الفائدة التي ذكرها المهدي هو بنفسه برسالة للسفراء، قال ولا يعزب عن أمركم شيئا وغير ناصين لمراعاتكم ولولانا لاصطلمكم الأعداء. رابعا إن أعمالي تتنزل في ليلة القدر على المهدي، لأن الله تعالى يقول تتنزل الملائكة والروح فيها، تنزيل مستمر الملائكة. فأنا عندي بهذا الوقت تتنزل عن المهدي. أنت منو الملائكة تتنزل علي؟ ما عندك، ما تعرف، مجهول القرآن عندك. أنا أيضا عندي من فوائد المهدي عجل الله فرجه الشريف التي وردت كفائدة يوسف غائبا عن إخوته، ولكن مع غيبة جسمه أو غيبة هويته إلى بقت إنه منفعته للناس. فإذا المهدي تقول لا توجد عنده روايات، لا بل المهدي عنده روايات. قد وردت روايات عن المهدي 40 رواية، 40 رواية لم ترد عن أي صحابي من الصحابة صحيحة. عندك 40 رواية عن المهدي قد أورده وقد قال ب40 رواية. بل المهدي أيضا فيه فائدة، لأن أيضا ورد عندك في كتاب أسنى المطالب لأسد الله الغالب علي بن أبي طالب لإمامك الجزري، يذكر فائدة المهدي أنه راوي المهدي عندك، بحيث أنه روى رواية لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني آمن عذابي. هذه فائدة المهدي. إذن مع ذلك لو لم توجد روايات أو لم توجد أحاديث على شخص لا تعني تنتفي فائدته. كما لو قلنا الآن جوابي واضح، راح أرد عليك السؤال نفسه، ما فائدة المسيح الآن وهو معلق بالسماء؟ لا سبيت لا شتمت، بكل طروح علمية أرد عليك السؤال، ما فائدة نبي الآن معلق بالسماء الخامسة كنبي الله عيسى؟ بس المسيح اللي أنا هي الشريعة الثانية، أنت عم تسألني على الشريعة الثانية، بس أنا بقول لك شو بنستفيد من الإمام غائب. يعني صار له 1400 سنة، يعني أنا ماني حبيبي اهدى شوي. شنو شريعة ثانية؟ عيسى بن مريم عندك وين؟ بالسماء لو مو بالسماء؟ بالسماء. بس أنت المهدي 1400 سنة، يعني لأمت راح نستنى ما نستفيد. دقيقة بس اهدى، قلنا لك اهدى، لا تقفل. القفلة مو إلك، تقفل. جاوبناك عن المهدي، تريد تناقش الأجوبة؟ نعم دقيقة يا أستاذ، دقيقة يا أستاذ، دقيقة يا أستاذ، دقيقة يا أستاذ، دقيقة جاي أقول لك دقيقة. خلينا نكمل. يعني أنتم كلكم نفس يعني الطقة، ما تسمعون للمقابل. إحنا جاوبنا عن المهدي وأعطينا الفائدة. تريد تقتنع ما تقتنع، حديث ثابت عندك وعندي، من مات ولم يعرف إمامه يموت ميتة جاهلية. أنا أعرف إمامي، أنت ما تعرف إمامك. الآن لو ريد هذا الحديث اللي رسول الله اللي عندك وعندي، النبي يقول من مات ولم يعرف إمامه يموت ميتة جاهلية. أنا إمامي حاليا معروف، أعرفه، أعرف سيرته وأعرف حياته وأعرف أهدافه وأعرف كل شيء عليه. أنت حاليا إمامك منو ما تعرف. مع ذلك أنا جاوبتك. تريد تناقش الأجوبة من حقك، بس خلنا نكمل. يا لا يعني هلا أنا بدي أعرف إمام زمان بده يكون في كتب، بيكون في أحاديث، ما جاوبتني. أنا قلت لك أكو المهدي عنده 40 حديث،
ليش ما قلت احاديث؟ يمت قلت لك ان المهدي عنده 40 حديث. احد احاديث للمهدي حديث المهدي: يا ايها السمري انك ميت ما بين 6 ايام فلا تصل الامد. هذه كلها حديث للمهدي، وتقول لي وين حديث المهدي؟ مع ذلك جاوبتك، تريد تناقش اجوبتي براحتك، بس انا من حقي اسالك. الان انت في عقيدتك وفي عقيدتي ان المسيح عليه السلام في السماء، فمن حقي اسالك ماذا انتفعت الامه من نبي معلق بالسماوات؟ اريد جواب مثل ما جاوبتك انا. يا أخ لا، بس هذاك شريعة ثانية، يعني أنا ماني مضطر إني أتبع الإمام عيسى. ما شنو ما مضطر تتبع عيسى؟ مو نبي لك، مو نبي. نبي عوف عيسى. كتب أحاديث ما في. عوف عيسى. الخضر عندك الآن، أنت عندك الخضر موجود في الأرض. ماذا استفادت الأمة من الخضر؟ الآن الخضر وهو لا يوجد، يعني ما حد يعرفه كالمهدي. الخضر عندك في كتبك الآن موجود في الأرض مغيب. يلا ماذا استفادينا من غيبة الخضر؟ تفضل يلا. ما بس لأني ما مجبور إني أتبع. ايش بيه هذا ما مجبور. ماذا استفادت الامه من دجال غائب؟ ماذا استفادت الامه من دجال الان واقع في البئر عندك؟ صار له 1000 سنه الدجال مربط وذابينه بالبئر. شنو استفادت الامه من روايه الدجال ظال بالبئر صار له 1000 سنه؟ هو بيطلع باخر الزمان الدجال. انا ادري بيطلع في اخر الزمان. انا ما سالتك عن اخر الزمان، والمهدي عندي يطلع في اخر الزمان. اذا ايش بيك خابص الدنيا؟ انت الدجال عندك يظهر في اخر، والمهدي يظهر في اخر الزمان. انتهينا بعد. هاي جزاك الله خير. بس انا يعني في ان شاء الله. بس انا سيله تقول له الدجال شو رفاقته؟ يظهر في اخر الزمان. ايوه المهدي يظهر في اخر الزمان. مع ذاك احنا جاوبناك، اعطيناك اجوبه. يكفي ان المهدي قد انقذني اني اذا متت ما اموت ميته جاهليه. بس هذه كافيه. للعلم انا اعطيت اجوبه. اولا قال هو الامام مهدي ان لولا الحجه لساقت الارض باهلها. ثانيا يؤمن على دعاء المؤمنين في موسم عرفه كما قال مولاي الصادق عليه السلام: إن صاحبكم لا يحضر موسم عرفه. هذا جاوبتك وتقول لي وين الفائده مالت المهدي؟ طبعا جاوبتك بعده نقاط. اقول لك جادل النقاط ما تجادلها. سالت وين حديث المهدي؟ اعطيتك 7 احاديث. للمهدي 40 حديث، بس المهدي عنده 40 حديث احبتي. من عتا احاديث المهدي في السجود، من عتا احاديث المهدي في الاجابات وتواقيع الامام وتصريحات الامام المهدي، من المهدي خرجت ادعيه، من المهدي خرجت زياره الناحيه المقدسه عن المهدي. الامام الجزري، بس انت ما تعرف. قلت لك كتاب اسمه المطالب السني هذا، وقد اورد روايه المهدي سلام الله عليه اللي هي روايه لا اله الا الله حصني ومدخل حصني امن عذابي. هاي كلها ما علقت عليها انت، وتقول لي يلا طين فائده المهدي. طيب انا شو اسوي هسه؟ اذا انت ما عندك علم يا اخي الفاضل، مستواك يعني مو يعني انه تبقى في الحوار العلمي بصراحه.